السلام عليكم شباب، الصوت واضح؟ وعليكم وعليكم السلام، السلام ورحمة تمام الله واضح يا وبركاته. دكتور. بنرحب بكم في مبادرة مصر تكنولوجي، مبادرة الذكاء الاصطناعي بالعربي. المبادرات دخلت في بعضها. طبعا مبادرة مصر تكنولوجي كانت آخر مبادرة عملناها. مبادرتنا المرة دي هي مبادرة الذكاء الاصطناعي بالعربي برعاية AI أكاديمي إن Arabic. ودي إن شاء الله أهدافنا فيها زي ما عرفنا، وبنأكد إن إحنا محتاجين ندخل مع بعض إن شاء الله عالم الذكاء الاصطناعي مع بعض، ونشوف ازاي العالم ده نقدر نستفيد منه ونوظفه بحيث ان هو يفيدنا، سواء في دراستنا لو كنا لسه في الجامعة، او لو خريجين ازاي نأهل نفسنا، ولو كنا شغالين ازاي يساعدنا في شغلنا، ولو كنت باحث سواء ماجستير او دكتوراه ازاي يفيدني في العملية او في البحث العلمي الخاص بي. طبعا انا سعيد جدا ان اكون معاكم في تدريب المحتوى بتاع مبادرة الذكاء الاصطناعي بالعربي. اسمي محمد السيد، وسريعا كده يعني الحمد لله يعني شغال بقالي يعني مش كتير، يعني حوالي 12 سنة بس في مجال التدريب وإدارة الأعمال ودعم تسويق المشروعات. والحمد لله لينا يعني تاريخ الحمد لله رب العالمين، يعني إلى حد ما كويس في التدريب وتدريب شباب الجامعات تحديدا والخريجين لسوق العمل. والحمد لله يمكن انا فخور ان في حد حتى من الناس اللي معانا النهارده كانت ناس حضرت معانا بقالها يمكن اكتر من 10 12 سنه، وممكن اكتر كمان يعني. فسعيد ان احنا متواصلين دايما، وان احنا دايما بنجدد معلوماتنا ومعرفتنا وخبراتنا مع بعض من فتره للتانيه. فان شاء الله نكون مع بعض برضو في مبادره الذكاء الاصطناعي بالعربي، وإن شاء الله ندخل مع بعض عالم الذكاء الاصطناعي. جاهزين؟ عندنا في طبعا احنا شغالين في عندنا شات كده في البرنامج. يا ريت مع بعض كده ايه. تمام. الله يحفظكم، ربنا يبارك فيك. دكتور محمد البرقي صديقي العزيز، الله يحفظك يا دكتور ابراهيم، الله يعزك يا دكتور. ممتاز. عبد الرحمن، ممتاز ممتاز. جاهزين الحمد لله رب العالمين. طيب نبدأ بسم الله. أول حاجة عندنا نبدأ طبعا زي ما اتعودنا ومتعودين مع بعض في أي حدث بنحضره مع بعض، نبدأ طبعا بأهدافنا عشان نشوف في النهاية إحنا حققنا أهدافنا دي ولا لسه. طيب أهداف المبادرة عندنا أول حاجة نتعرف على أجيال الإنترنت ويب، وعندنا ويب 1 ويب 2 ويب 3. في عندنا نعرف يعني إيه ذكاء اصطناعي، وهل الطبيعي إن أنا نخاف منه زي ما شفنا وعشنا كلنا الفترة الأخيرة بخصوص الخوف من الذكاء الاصطناعي. هل ده طبيعي ولا لا؟ نقدر نشبهه بايه عشان نقدر نتخيله بصوره واضحه؟ عايزين نشبه تقنيه الذكاء الاصطناعي او الطفره دي بحاجه احنا عايشينها بالفعل عشان نقدر نفهم الموضوع بشكل واضح. ايه المطلوب مني طيب عشان اقدر استفيد من الذكاء الاصطناعي؟ ايه الفرق بين الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتعلم العميق وعلوم البيانات اللي هو الاي اي والماشين ليرنينج والديب ليرنينج والداتا ساينس؟ كلمة السر ايه في الذكاء الاصطناعي وازاي بيشتغل؟ وعايزين نشوف لماذا نستخدم الذكاء الاصطناعي ومجالات استخدامه. طيب بعد كده عندنا نعرف ايه هي انواع الذكاء الاصطناعي وادواته، ايه الادوار او الوظائف اللي يقدر يقوم بها الذكاء الاصطناعي، وطبعا ايه الادوار اللي ما يقدرش برضه يقوم بيها. لسه في حاجات كتير جدا الذكاء الاصطناعي لسه ما وصلهاش او ما يقدرش يعملها. ايه هي اهم ادوات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تفيدني كمرحلة اولى؟ ابدا معاه منين؟ وده السؤال اللي جالي كتير جدا. ابدا معاه منين وايه ترتيب الادوات اللي ابدا بيها؟ طبعا الموضوع بدا معانا بشات جي بي تي، ودلوقتي اصبح بقى فيه مئات بدون مبالغه مئات الادوات المدعمه بالذكاء الاصطناعي اللي بتساعدني. فانا ما بقتش عارف اخد دي ولا دي ولا دي ولا اعمل ايه، ولا ايه افضل، ولا يعني في اسئله كتيره جدا ان شاء الله بعد ما
نخلص مع بعض المحتوى ده باذن الله هنكون احنا قدرنا نجاوب عليها مع بعض. وبرده ان شاء الله في نهايه او بعد المحاضره هنفتح كل يوم. احنا عندنا 3 ايام ان شاء الله، ان هو النهارده وبكره وبعده، خميس وجمعه وسبت نفس الميعاد. ان شاء الله هنجمع فيهم او هناخد فيهم مع بعض، هندرس محتوى خاص بالمبادره. فهنبدا ان شاء الله الموضوع متجزأ على 3 ايام ان شاء الله، بحيث ان احنا نطلع ملمين بمحتوى المبادره اللي احنا اللي هو معانا، ومحققين مع بعض ان شاء الله الاهداف دي باذن الله. في الاخر عندنا انشاء حساب على اكثر من منصه، وتطبيق عملي، وانجاز مهام محدده. دي بالنسبه اهداف المبادره. حاولنا نجمع فيها بقدر الامكان الاسئله اللي بتدور في دماغ كل واحد عايز يدخل العالم ده، ولسه مش شايف مش شايف الموضوع، او مش عارف الطريق يبدا منين. طيب هناخد تاسكات بادوات الذكاء الاصطناعي، وان شاء الله هننفذها مع بعض. وطبعا هيبقى مطلوب منكم تنفذوا حاجات ان شاء الله، وبرضه هيبقى واحده واحده هنشتغلها مع بعض. طيب نبدا ان شاء الله بالمحاضره الاولى، وباول هدف معانا اللي هو اجيال الانترنت، الويب 1، الويب 2، الويب 3. طبعا الناس اللي ليها علاقه بالتكنولوجي من زمان هتبقى ممكن عارفه او واخده بالها شويه بموضوع الاجيال الانترنت. طيب اللي مش عارف سريعا بالنسبه لاجيال الانترنت، واحنا في انهي جيل حاليا. الموضوع طبعا كان بادئ يعني نقدر نقول من 1970، في اول 10 سنين كان بادئ الانترنت بدا. وبعد كده في ال10 سنين اللي بعدهم الانترنت بدا يبقى ستيبل. بعد كده من الفتره بتاع 1990 بدا يبقى عندي حاجه اسمها ويب 1. والويب 1 كان بيتميز ان هو طبعا الانترنت ده كانت مجرد شبكه بتربط الاجهزه، ده بشكل اساسي جدا، يعني ده الاساس اللي اتبنت عليه كل الخدمات بعد كده. بقى لما الانترنت بقى ستيبل بقى ظهر حاجه اسمها ادوات الويب 1، ودي اللي هي انا كيوزر كنت ادخل اريد بس، اقرا بس اقدر اقرا واوصل للمحتوى، لكن ما اقدرش اتفاعل او اعمل عليه اي اكشن بالنسبه لي يعني كمستخدم. في فترة الألفينات ظهر حاجة اسمها الويب 2، ودي كانت السوشيال ميديا، وأصبح تو واي كوميونيكيشن. يعني أنا كيوزر أقدر أدخل أشوف محتوى، وكمان أقدر أعلق عليه، أو أقدر أعمل محتوى بناء على المحتوى الموجود. لحد ما وصلنا طبعا لفترة من 2010 وطالع لمرحلة الويب 3. وطبعا دي بقى الطفرة الأخيرة اللي هي بنتكلم فيها بقى في موضوع الذكاء الاصطناعي وكل الأدوات اللي هي مبنية عليه. طيب لو جينا هنا برضو سريعا هنشوف الادوات الويب 1، ودي كان مبني على انفورميشن ايكونومي او اقتصاد المعلومات. هنا انا كان دوري زي ما قلنا من شويه ان انا اريد بس كيوزر، طبعا ده دوري انا كيوزر ان انا اقرا بس. دي الفتره بتاعته. الامثله اللي كانت موجوده في الفتره دي دوب الايميل، اي كوميرس على خفيف جدا، الماسنجرز. طبعا الناس اللي حضرت الياهو والكلام ده كان حاجه كده يعني الناس القديمه قوي زي حالاتنا كده هي اللي تبقى فاكره الكلام ده شويه. بعد كده ظهر الويب 2 عندنا اللي هو بقى البلاتفورم ايكونومي، او عصر او اقتصاد المنصات. بعد كده انا كيوزر كان دوري ان انا اريد اند رايت، يعني اقدر اقرا واكتب. وده ظهر بقى عندي مصطلح زي اليو جي سي اللي هو اليوزر جنريت كونتنت. انا كيوزر بقيت اقدر اكريت او ليا كونتنت خاص بيا على الويب. وظهر مفهوم بقى السوشيال ميديا والبيج داتا، ودي امثله من المنصات اللي ظهرت في الفتره دي. بعد كده الويب 3 ده الاونر شيب ايكونومي، ريد اند رايت اند اون. هنا عصر او اقتصاد الملكيه على الانترنت. وطبعا ده مفهوم واسع جدا ومفهوم قوي جدا جدا، ان انا بقى مش بس اقدر اقرا واكتب على الانترنت، انا كمان بقى ليا دخلنا في عصر الملكيه، انا يكون ليا حاجه مملوكه ليا على الانترنت. وهنا بقى ظهر عندنا حاجه اسمها NFTs، وعندنا حاجه اسمها البلوك تشين، من اشهر المصطلحات اللي من دول اللي هي سمعنا عنها او الغالبيه بيكون سمع عنها. والميتافيرس والكلام ده دي هيبقى في عالم، او مش بقى هيبقى فيه، هو موجود بالفعل عالم على الانترنت عندنا احنا بنعيش فيه. احنا كلنا برضو كل واحد ليه افاتار عايش فيه زي الحياه الطبيعيه بتاعتنا. وطبعا الكلام ده كان بادئ برضو من فتره كبيره قوي، كان برنامج تاني اسمه او موقع كان اسمه سكند لايف.
وده برضو كنت بتخش وتعيش حياتك. انت ليك افاتار، وليك بيت ساكن فيه، ملكك بتاعك، ليك لبس بتشتريه وبتحطه في دولابك في بيتك. بتقدر تحضر مثلا، بتروح الجامعات هناك في الميتافيرس او في السكند لايف. بتشتري وتروح تحضر ندوات، تحضر تروح النادي وهكذا يعني. بس الحياه كلها ديجيتال يعني. فدي من الحاجات اللي هي ايه، اللي احنا العصر اللي احنا هو موجود حاليا، مش هنقول لسه موجود. احنا دلوقتي اللي لسه او الناس اللي بره بيتكلموا فيه حاليا، بيتكلموا في ويب 4. فده طفره تانيه خالص. بس طبعا احنا خلينا بس احنا بدأنا نركز في ويب 3 عشان نقدر نستفيد منها بشكل حالي يعني. طيب ده كده كان بالنسبه للاجيال الانترنت. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا في الجيل الويب 3 او الجيل الثالث من الويب، وادوات الملكيه على الانترنت. ومحتاجين نفهم، لان ده عالم ضخم جدا، محتاجين نفهمه ومحتاجين نتاقلم معاه عشان نقدر نستفيد منه، ما يبقاش احنا في وادي والعالم كله في وادي تاني. طيب خلينا نبدا بشكل بسيط جدا. يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ نعرف يعني ايه ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو مجرد مجموعة من التقنيات التكنولوجية اللي بتتيح للآلات محاكاة الذكاء البشري. الموضوع كل ما هو إلا نقلة تكنولوجية زيها زي الكمبيوتر أول ما طلع. كان بالنسبة للناس كله كان خيال يعني. بعد شوية خلاص بقى عادي. بعدها بشوية ظهرت الموبايلات. قبلها كان خيال يعني، كان أي حد يقول لك أنا أتكلم حد تاني في مكان تاني من غير سلك كان جنان يعني. بس اصبح واقع وبقى عادي بالنسبه لنا. هي نفس الفكره في موضوع الذكاء الاصطناعي. هي طفره جديده تكنولوجيه بتساعدني ان انا بتساعدني ان انا في حياتي تكون بشكل اسهل واسرع يعني. بس كل الجديد فيها ان هي بقى بدات تحاول تحاكي الذكاء البشري. وهنيجي ان شاء الله في موضوع انواع الذكاء الاصطناعي هنعرف يعني ايه محاكاه الذكاء البشري، وايه الفرق بينها وبين السلوك البشري او محاكاه السلوك البشري. وهنشوف احنا في انهي مرحله، احنا في مرحله السلوك البشري ولا في مرحله الذكاء البشري. فيعني ايه ذكاء اصطناعي؟ ببساطه جدا دي مجموعه من التقنيات التكنولوجيه اللي بتتيح للالات محاكاه الذكاء البشري. ليه؟ عشان تساعدنا انا في الاخر كانسان يعني. هي مش عشان هي تاخد مكاني زي ما آه، ناس او فكرت او بعض الناس اللي كانت بتقول انه هياخد مكاني والكلام ده. لا، ما فيش حاجه اسمها ياخد مكاني. في حاجه اسمها هيشتغل معايا، انا هشغله معايا، انا كانسان انا اللي هشغل معايا الذكاء الاصطناعي. فده مفهوم الذكاء الاصطناعي بشكل بسيط جدا. عشان برضو ايه يبقى مستوعبين ايه الموضوع. وان شاء الله واحده واحده برضو ايه الموضوع هيوضح معانا كمفهوم وكادوات. طيب بعد كده نشوف امثله على تقنيات الذكاء الاصطناعي. بالمناسبه الموضوع الذكاء الاصطناعي والتقنيات بتاعته والاعتماد عليه هو مش وليد اللحظه ولا وليد 21 بس. الموضوع من زمان يعني، هو من فتره كبيره. بس الفتره اللي قبل احنا ما نحس بيه كان العالم نفسه حاسس بيه، والشركات الضخمه كانت حاسه بيه وكانت بتعتمد عليه كمان معانا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا حضرتك وانت بتشتغل او انت شوف امتى ظهرت مثلا بصمه الوجه مثلا على الموبايل بتاعك. ظهرت امتى؟ هتلاقيها ظهرت بقى لها فتره كبيره. من ساعه ما ظهرت دي كانت احد امثله للتقنيات الذكاء الاصطناعي، ان هو يتعرف، اللي هو اول حاجه اللي هي التعرف على الصور، ان هو يقدر يشوفك ويتعرف عليك، وبناء عليه ياخد قرار ان هو يفتح لك ايه التليفون. ولو شاف واحد غيرك شاف الصوره فتعرف عليها، لا مش دي المسجله عنده، وبالتالي ما خد قرار ان هو ما يفتحش التليفون، لان ده انت والشخص الثاني مش انت. فدي احد صور تقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها. احنا ما عرفناش وقتها ان ده ذكاء اصطناعي، بس عرفنا دلوقتي لما الموضوع بقى او النولج بتاعته انتشرت وفهمنا ان ده كان احد صور الذكاء الاصطناعي. معالجه اللغه والترجمه اللي هي الترجمه. ترجمه جوجل في اخر بحث اتعمل، وكانت مقارنه قويه جدا ما بين ادوات الترجمه. تخيلوا انه طلع ترجمة جوجل من أقوى المعالجات اللغوية، أو من أقوى منصات الترجمة من حيث الأداء بتاعها. ودي كانت صورة. وطبعا ترجمة جوجل موجودة من زمان جدا يعني، بقى لها فترة كبيرة. دي برضو كانت مثال من أمثلة تقنيات الذكاء الاصطناعي. فإذا إحنا عايشين ومتعايشين مع الذكاء الاصطناعي وتقنياته من فترة كبيرة جدا. ولكن احنا ما حسيناش بيه، او احنا ما حسيناش بيه لان
ما كانش خد الطفره الكبيره دي، وما كانتش لسه لينا، ما كانش لينا احنا كيوزر ادوات متاح لينا ان نستخدم احنا ادوات بتعتمد بشكل مباشر على الذكاء الاصطناعي، زي ما حصل طبعا في 2021، وكانت انطلاقه شات جي بي تي، ومن بعده طبعا مئات المنصات اللي ظهرت بعدين. طيب بعد كده عندنا التطبيقات المستقبليه، ان هو بناء على الداتا بياخدها بيقدر يعالجها، فبيقدر يقول لي في كمان سنه، كمان 10 5 سنين 10 سنين لو مشينا في نفس السياق ده هنقدر نوصل لفين ونحقق ايه والكلام ده. طبعا الموضوع كله التنبؤات دي برضه بتبقى مبنيه على الذكاء الاصطناعي، ودي طبعا احنا عارفين ان فيها اشكال كتير جدا من التنبؤات المستقبليه كنا عايشينها برضه ومتعايشين معاها خلال الفتره اللي فاتت. فدي امثله من الذكاء الاصطناعي او من تقنيات الذكاء الاصطناعي كنا عايشينها وكنا متعاملين معاها، بس احنا ما كناش عارفين ان دي ذكاء اصطناعي. طيب تعالوا كده ناخد نشاط تطبيقي تفاعلي. حاجه جميله قوي هنعمل مع بعض آلة، يعني او تجربه التعلم الآلي. هنعمل آلة مع بعض ونعلمها ونسألها. ايه رأيكم؟ يلا في شكل جاهزين، هنجيب آلة ونعلمها حاجات محددة، وبعد كده هنسألها ونشوف هتجاوبنا صح ولا لا. آه آه تعالوا نجربها مع بعض. طيب عندنا موقع اسمه Teachable Machine with جوجل، هندخل عليه. Teachable Machine with جوجل، تمام. هيدخل عليه بالشكل ده، هيظهر لك دي أول حاجة عشان برضو تبقى واضحة معانا. طبعا الشاشة واضحة معاكم يا شباب؟ في الشات كده يا ريت تقولوا لنا ايه عشان السكرين تبقى اتأكد انها واضحة معاكم. السكرين واضحة؟ ممتاز. اه دكتور. ممتاز. طيب ده تيتشبل ماشين، تمام، اللي هو تعليم الآلة او تدريس الآلة، يعني نقدر نقولها كده ان احنا زي ما بتعلم كده طفل صغير. تجيب طفل صغير ما يعرفش حاجة وانت تعلمه مثلا الحرف دي الف ودي باء ودي تاء، وبعد كده بعد ما يتعلمه وتدربوا عليها تيجي انت تساله بعد كده تقول له دي ايه، يقول لك الف، تقول له دي ايه، يقول لك باء. كده ده طفل صغير. نفس الفكره، بس انا هعملها مع مين؟ مع الماشين بقى، مع الاله. تعالوا نبدا مع بعض. ادي تيتشبل الماشين ونقول له جيت ستارت. لما اعمل جيت ستارتد يديني هيديني ثلاثه اوبشن. اما ان نعمل ايمج بروجكت، مشروع بيعتمد يعني بيعتمد على الصور، او مشروع بيعتمد على الصوت، او البوز بروجكت ده بيعتمد على الحركه. طيب خلينا ناخد الموضوع بشكل بسيط، ناخد ايمج بروجكت. ده تيتش، لو بصيت كده على التعريف بقول لك تيتش بيزد اون ايمج فروم فايلز اور يور ويب كام. طيب ضغطت عليه قال لي نيو ايمج بروجكت. في عندي نوعين، في حاجه اسمها ستاندرد ايمج موديل، وهنا عندي حاجه اسمها امبيدد ايمج موديل. ده طبعا لو انا عامل حاجه اسمها مع المايكرو كنترولز، او يعني برمجه الشبات والكلام ده، او الستاندرد اللي هو البرمجه او البرامج الطبيعيه بتاعتنا. فاحنا هنختار ستاندرد ايمج مود. هيفتح لي ماشين بالشكل ده. دي كده ماشين، آلة. هقدر ابدا اديها الانبوت من هنا، وبعد كده هي هتتعلم الكلام ده زي ما انا هعلمها واقول لها، وفي الاخر هيديني بريفيو هنا وابدا اسالها، وهي هتجاوبني بناء على الانبوتس او التعلم اللي انا علمته لها هنا. تعالوا نشوف ازاي. طيب اول حاجه طبعا انا اما بدل انبوت، اما من الويب كام، افتح الويب كام واصور من دايركت، او ان انا اعمل ابلود وابدا احمل من على الكمبيوتر عندي. طيب قبل ما نبدا نحمل، احنا هنعمل تطبيق عن الفروت، الفاكهه. هنعمل مثلا حاجه خاصه بالاورنج، ماشي. علمه يعني ايه برتقال، ويعني ايه مثلا بنانا. حلو. هعلمه يعني ايه برتقال، ويعني ايه موز.
ماشي، وهيتعلم، وبعد كده هساله، ادي له صور اقول له ايه دي، واشوف هيقدر يجاوبني ولا لا. طيب تعالوا نشوف، نعمل ابلود فروم ايمج، ونيجي هنا على التشيبول بروجكت فروت. طبعا دي داتا مجهزه من قبل كده، يعني لازم تبقى محضر الامور بتاعتك. ده برتقال، دي كده كلها صور لمين؟ للاورنج. هختار مثلا اكتر صور واضحه عن البرتقال. ماشي، هختار مثلا مجموعه صور دول. طبعا محتاج مجموعه صور، طبعا هنعمل حاجه بسيطه عشان يبقى سريع معانا. الطبيعي طبعا انك انت بتديله العنصر في شكل حالات كتير، بس طبعا ده هياخد مننا وقت كتير، عشان نوسع وقت المحاضره، وانتم طبعا هتبداوا الموضوع معاكم هتجربوه براحتكم. انا اديته بس ايه، شكل البرتقاله بالشكل ده او بالشكلين دول، باكتر من صوره، دول 8 صور. ده كده ايه؟ الاورنج. طيب البنانه نفس الفكره، اقول له برضو ايه؟ ابلود. هنشوف البنانه بتعمل ايه. هظهر له والله، اقول له ده كده ايه؟ شكل البنانه بتاعنا. حلو. اقول له ايه؟ ده دي الموز دي بنسميها، او بنسميها حاجه اسمها سوبرفايزد ماشين ليرنينج. يعني ايه سوبرفايزد؟ يعني بنعلم الاله بس باشراف مننا. يعني بناء على بناء على حاجه اسمها الليبل داتا. الليبل داتا او الداتا المعرفه. انا اديته داتا وقلت له دي ايه؟ اورنج، دي برتقال. واديته داتا وقلت له دي بنانا. وعلى فكره انا لو بالمناسبه، انا لو حطيت هنا اورنج مع البنانا وهنا مع وده هو هيتلخبط. عشان كده لازم وانا بعلم الكمبيوتر اعلمه صح. المهم انا اديته هنا الليبل الداتا مظبوطه، ادي البنانه ومعاها صورها مظبوط، والاورنج ومعاها صور مظبوط. بعد كده اقول له ترين موديل. اتعلم بقى، اتعلم يعني شوف الداتا دي وفهمها كويس، عشان ابدا هنبدا نشتغل عليها كويس. طبعا هي شايفان ان انا حاليا على الويب كام، فمش عارفه هي دي بنانه ولا موزه. هنقول له لا، خلينا نشتغل على الفايل برضو. هنا طبعا الاوتبوت تحت اهي. لما فتحت الكاميرا، هو مش طبعا بالنسبه لي انا مش عارف هو ده موزه ولا برتقانه، متردد. انما لما انا اديله مثلا، تعالوا نديله مثلا، ادي صوره الموز. قال لي دي ايه؟ 100% ايه؟ دي بنانه. انا عارف ان دي بنانه. متاكد؟ اه لا متاكد 100% دي بنانه. هتقول لي ما انا دي الصوره اللي انت مديها له، تعالى ناخد له صوره ثانيه ونشوف هيعرفها ولا لا. هقول له تعالى نشوف، ناخد الصوره دي ونقول له دي ايه؟ برضه ايه؟ قال لي دي بنانا. متاكد بصوره مختلفه عن دي؟ قال لي خلاص، ما انا اتعلمتها وعارف ان ابعادها، يعني عارف في الاخر ان دي بنانا. حلو، انا اتعلمت اتدربت على الداتا دي وفاهم ان دي بنانا، حتى لو مش هي نفس الصوره عندي، بس انا خلاص عرفت ان دي هي البنانا. طيب تعالوا نديله صوره عن الاورنج ونشوف هيعرفها ولا لا. تعالوا نديله صوره عن الاورنج هي مقطوعه، ونقول له اوبن. مع انها صوره مقطوعه او مش زي اللي خدها خالص، بس ايه؟ عرف برضو ان هي ايه؟ اورنج، بس بنسبه ايه؟ 99%. في 1% شاكك ان هي ايه؟ بنانا، سواء بقى على شكل الرصاص مثلا او بتاع او ايا كان. يعني في احتمال صغير 1% ان هو شاكك ان هي ممكن تكون بنانا، بس 99% ايه؟ دي طبعا دي اورنج. لو ادينا له مثلا صوره ثانيه للصور دي، مثلا مجموعه البرتقال دي، قال لي لا بقى، دي ما فيهاش. بالنسبه لي انا متاكد 100% دي ايه؟ دي اورنج. آه ده بالنسبه للاورنج. طب تعالى كده نديله مثلا صوره زي كده. تمام. فايه طيب في عندنا كده احنا عرفنا ايه؟ الصوره، وعرفنا ازاي هو قدر يتعرف على الاورنج. بناء على دي كده ماشين انا علمتها، واتدربت هي اتعلمت على الكلام ده، وبعد كده انا بسالها بقت بتجاوب عليا بنسبه كبيره جدا من الدقه. طيب الصوت يا شباب واضح؟ في الشات كده يا ريت تقولوا لي، عشان في بعض الزملاء معانا معاهم مشكله في الصوت. محتاجين بس نعرف هل المشكله من عندي ولا من عندك. ممتاز. الصوت يا شباب مع الصوت واضح.
فبالتالي يا ريتني شوف بس مشكله، ممكن مشكله عندك من الانترنت او من الابلكيشن، فايه حاول تظبطها شويه. تمام. طيب بالنسبه للماشين ليرنينج زي كده، انا بالنسبه لي لما انا عندي ماشين زي كده اقدر استخدمها في ايه؟ احنا طبعا جربنا على الفروض، لكن انا مثلا لو انا عندي موظفين في الشركه، اقدر اجيب ماشين زي كده اعلمها ده صور الموظفين، فبعد كده بكاميرا صغيره على مدخل الشركه بقى يعرف ايه. نقدر نعرف الماشين تقدر هي تعرف ان ده فلان، لان انا مديها شخص ومديها اسمه ومديها بياناته، فعلى اي وضع هتقراه. هو بقى جاي لابس النهارده اسود، لابس احمر، لابس ابيض، لابس صيفي، لابس شتوي، هي خلاص هتقدر تتعرف عليه الاله وتاخد ان هو ايه، حضر جه الساعه كذا والانصراف الساعه كذا من الكاميرا خلاص. لا محتاج لا بصمه ولا حاجه الكلام ده كله. وعلى فكره حتى برضو من ايام البصمه وايام تسجيل بصمه الوش وكل الكلام ده، هي ده كله كان برضو ايه، كان يعتبر ماشين ليرنينج، بس طبعا ما كانتش بالمستوى ده يعني. فده بالنسبه لايه، للنشاط. احنا كده عرفنا ازاي باستخدام التيتشبل ماشين كاريت ماشين واديها ليبل داتا معرفه، وابدا اخليه يتدرب، وبعد كده نبدا ايه، نبدا نشتغل عليها بالشكل ده. طبعا ممكن هنا اقدر اضيف كلاس، يعني اقدر اضيف هنا مثلا فراوله، اقدر اضيف اي انواع تانية من الفاكهه حسب الداتا اللي انا عايز اعلمها او ادرب عليها الاله، عشان في الاخر هتحكم في موضوع الداتا او الاوتبوت اللي هتطلع لي من هنا. طيب بعد ما خلصت البروجكت بتاعي وعايز احفظه، طبعا لو عايز احذف دول اقول له ديليت كلاس، ودينا برضه ديليت كلاس. ده كده ارجعه. طيب عايز احفظ البروجكت بتاعي، اقدر احفظه باكتر من طريقه، احفظه على الدرايف او اعمل له هنا اقول داونلود بروجكت از فايل، اتحمل معايا عادي جدا. وبعد كده بروجكت طبعا باسم بروجكت 3. لو حبيت بعد كده ان انا افتحه، هقول له اوبن بروجكت مثلا من هنا، واشوف اللي هو اتحمل طبعا عندي في الداونلود، واقول له ادي اللودنج بروجكت، ويبدا ايه، هيفتح معايا طبعا بالشكل ده. ولو عندي اي مشروع تاني هيكون شغال معايا. فده كده بالنسبه لايه، بالنسبه مفهوم التيتشبل ماشين او الماشين ليرنينج او تعلم الاله. وده اللي احنا بنقول عليه الذكاء الصناعي بالمناسبه. الفكره هنا في ايه؟ ان انا شباب اكون مستوعب ان التكنولوجي حتى الان مهما كانت قويه، احنا في الاخر احنا اللي عاملينها، واحنا اللي مبرمجينها، واحنا اللي صانعينها، واحنا اللي معلمينها. حتى الان احنا اللي معلمينها على فكره. وحتى الان هي ما بتقدرش تخرج عن طوعنا كبشر او كبني ادمين. وهيجي لنا وهنيجي هنعرف امتى الذكاء الاصطناعي ممكن يطلع بره الاطار ده. هنيجي لما نجي لها ان شاء الله في موضوع الادوات، او في موضوع انواع الذكاء الاصطناعي، هنعرف امتى ممكن يحصل ده. تمام. ده كده كان بالنسبه للنشاط الخاص بالتيتشبل ماشين. طيب تعالوا نكمل مع بعض المحتوى بتاعنا. خلصنا النشاط، التطبيق بتاعنا، عرفنا الموقع. تحبوا ابعت لكم ايه رابط الموقع أو على الجروب بتاعنا، بحيث ان نقدر او تقدروا دي اول تاسك معانا، انكم انتوا تخشوا وتعملوا ماشين وتعلموها وتسالوها في الاخر، وتعرفوا تعملوا حاجه او مشروع زي كده، وتعرفونا طبعا على الجروب وتشاركونا ايه النتائج. يعني ماشيين زي كده وتقولوا له ترين، وبعد ما تخلص يا اما تحمله، وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هتاخدوا سكرين زي كده وتحطوا لنا على الجروب. وده يكون البروجكت بتاعك اللي انت ايه، اللي انت عملته بالشكل ده.
بشكل بسيط خالص اهو. ادي ولو حبيت يعني تاكد الموضوع اكتر، هتقول يا جماعه وادي الفايل الديكومنت بتاع ايه، بتاع المشروع اهو. حلو كده، ادي المشروع بتاعي انا عملته وسلمته كمان الحمد لله. انا سلمت اول واحد، سلمت ايه، التاسكايه بتاعت الماشين ليرنينج. تمام. طيب ده بالنسبه لموضوع الماشين ليرنينج، وفهمنا يعني ايه ماشين ليرنينج. وطبعا الموضوع ده ليه تطبيقات كتيره جدا جدا. آه كل واحد حسب مجاله وحسب شغله. في الاخر انا عندي آلة، شات جي بي تي نفسه هو حاجه نقدر نقول شبه كده طبعا. ده حاجه بسيطه جدا، لكن هي النموذج البسيط قوي ده هو اللي معمول في النموذج الضخم الكبير، بس طبعا مع فرق المستوى ومع فرق الامكانيات والقدرات. تمام. بس مبني على نفس المفهوم. وبالتالي انا ابقى عارف ان انا معايا اداه قويه، عارف ان انا معايا ايه، معايا اداه قويه، لكن ما اخافش منها. بالظبط بالظبط، لو حبينا نشبه الذكاء الاصطناعي نشبهه بايه، بطفره العربيات. لما نقلنا من ان احنا نمشي على رجلينا او نركب الاحصنه والجمال والكلام ده، نقلنا ركبنا العربيه، كانت جنان في وقتها. وازاي ده انا هوصل من وقت الحاجه اللي بتاخد شهر هتاخد يوم ازاي، والحاجه اللي بتاخد يوم هتاخد ساعه ونص ساعه. طب ازاي الكلام ده؟ حاجه كانت فوق تخيل العقل. لكن في الاخر وبعد كده بقينا متعايشين جدا معاها، وبقى انا اقدر اروح اماكن كتيره جدا في وقت قليل جدا باستخدام مين؟ العربيه. طب من غير العربيه، ما انا كانسان ما اقدرش اروح الاماكن دي في نفس الوقت ده. هي نفس الفكره، عندي اعمال كتير، عندي شغل كتير اقدر اعمله في وقت قليل باعتماد على ادوات الذكاء الاصطناعي، بس لما افهمها واشتغلها مظبوط. حلو. طب من غير ادوات الذكاء الاصطناعي كنت شغال برضه وبعمل الحاجات بتاعتي، بس تاخد مني وقت ومجهود كبير جدا. نقدر نشبه دي بدي عشان نقدر نستوعبها. طيب انا لما العربيات طلعت وبقت بالشكل ده وبالمستوى ده وبالقدرات اللي هي موجوده عليها حاليا، ايه المطلوب مني ان انا عشان اقدر استفيد منها؟ اول حاجه ان انا اقدر اجيبها. ماشي، ده اول مرحله. وبالنسبه طبعا للذكاء الاصطناعي مش هتحتاج فلوس كتير زي العربيات. وبس لو حتى لو اشتريت العربيه، ده مش كافي انك تقدر تستفيد منها. خلي بالك، دي نقطه قويه جدا، نقطه مهمه جدا، نقطه خطيره. ان امتلاك الشيء لا يعني بالضروره الاستفاده منه. ازاي الكلام ده؟ انا اشتريت عربيه، احدث عربيه في الدنيا، بس ما اعرفش اسوق. هتقولي ما انا اشتري سواق، اقول لك لا، ما نجيبش سواقين دلوقتي. انت عندك عندك الاداه. حلو. انت ما تعرفش تسوق، هتعرف تستفيد منها؟ اخرك هتخلي حد يوصلك حتى تحت البيت او في الجراج بقى، والجراج وتغطيها كده وتتفرج عليها. ف طب بالعكس، لو انت ما عندكش، لو انت ما عندكش عربيه، بس انت بتعرف، اتعلمت ازاي، اتعلمت السوق باي شكل من الاشكال، قدرت اتعلمت اهتميت وتعلمت انك انت تسوق، بس ما عندكش عربيه. في الحالة دي نقدر نقول إنك ممكن يعني وقت ما تحتاج عربية تقدر تأجر عربية بفلوس قليلة، عشان أنت معكش الفلوس الكتيرة بتاع العربية نفسها. تأجر عربية في وقت معين تروح بيها مشاوير كتيرة جدا وتخلص اللي وراك وتيجي مرجعها لأصحابك. نفس الفكرة على فكرة بالظبط. يعني الأهم من امتلاك الشيء إن أنا أتعلم إزاي أستفيد منه، إزاي أسوق، إزاي أستخدمه بشكل قوي جدا وبشكل صحيح. هي نفس الفكره مع الذكاء الاصطناعي. المطلوب مني ان انا اتعلم ازاي اشتغل عليه. الموضوع يعني مش بسيط، وفي نفس الوقت مش مستحيل. هو الموضوع عميق شويتين ومحتاج مني جهد شويتين. احنا هنا في مبادره الذكاء الاصطناعي بالعربي بنحاول نبسط الدنيا عشان ندخل مع بعض العالم ده. لكن الموضوع مش هيحتاج مننا بعد كده خطوه واثنين وثلاثه واربعه وبشكل متخصص وهكذا. يعني لسه ان شاء الله مشوارنا طويل مع بعض، مفيش اي مشكله خالص. بس في الاخر هنتعلمه، وفي الاخر ان شاء الله هنستفيد منه، في الاخر هنوظفه ويوفر معانا وقت ومجهود وتكلفه كمان، ويخلي حياتنا تبقى احسن. ماشي. فده بالنسبه لايه، لمفهوم الذكاء الاصطناعي. ولو حبينا نشبهه بايه؟ طيب بعد كده طبعا، بعد ما عرفنا الكلام ده وفهمنا الكلام ده، هل طبيعي ان انا اخاف من الذكاء الاصطناعي؟ يعني انا راضي ذمتكم يعني. بعد الكلام ده اللي فهمناه، فهمنا ان هي مجرد آلة، بس آلة قوية لانها بدأت تحاكي او تعمل حاجات شبهنا. فهل ده
ده هيبقى داعي ان احنا نخاف منها. طبعا بعد ما بنفهم الموضوع بنلاقي لا، الموضوع غير ما كنا نجهله. يعني الفرق طبعا بيبقى كبير. زي ما عارفين يعني اي حاجه بنجهلها، طبعا الانسان عدو ما يجهل، وبالتالي اول حاجه بنرفضها. لكن اول ما نفهم ونفهم ان الموضوع لا مفيد بالنسبه لنا، بنبدا نتعايش، وبعد كده في الاخر نوصل لمرحله ان احنا بنعتمد عليه وبنحبه كمان ويبقى زي الفل معانا. فهي الاجابه اكيد لا، ما احنا ما نخافش خالص من الذكاء الاصطناعي، لان هي مجرد ادوات تكنولوجيه جديده مهمتها ايه؟ انها تساعدك اصلا، يعني مش تخوفك ولا تبقى تاخد مكانك، لا خالص. هي مهمتها ان هي تساعدك في انجاز شغلك. وده زي ما قال كان رئيس شركه انفيديا، بالمناسبه انفيديا دوب امبارح او اول امبارح تخطت شركه ابل من حيث القيمه السوقيه بسبب الذكاء الاصطناعي. بقت هي اغنى او اعلى اغنى شركه او الشركه الاعلى قيمه على مستوى العالم كقيمه سوقيه يعني. ابل متربعه على عرش التصنيف ده بقى لها سنوات طويله. انفيديا اللي يعتبر لسه طالعه امبارح يعني بلغه السوق، لسه امبارح تخطتها وبقت اغنى من او بقت اغلى من شركه ابل نفسها كشركه. بسبب ايه؟ بسبب الذكاء الاصطناعي، والناس فاهمه وناس فايقه وناس متابعه الجديد بتطور من نفسها بشكل مستمر. ناس بتقرا المستقبل وبتتاقلم معاه بسرعه جدا، وكمان بتجري وراه. فاحنا كمان محتاجين نفس المفهوم، ان احنا ايه نتعلم ونشوف الجديد ايه ونتعلمه ونتاقلم معاه عشان نسبق ونكون دايما في المقدمه. رئيس شركه انفيديا كان بيقول لو انت حتى الان ما بتستخدمش الذكاء الاصطناعي فانت انت في خطر. مش لان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك، لا، لان انت هتفقد مكانك، هتفقد شغلك لصالح شخص تاني طور نفسه باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني مش انت مش هتسيب او شغلك مش هتفقده عشان الذكاء الاصطناعي هو اللي خد مكانك، لا، عشان انت ما اتعلمتش الذكاء الاصطناعي فاصبح شخص تاني اهتم واتعلم هو اللي هيتوظف مكانك. نفس فكره الكمبيوتر في العقد اللي فات او في العقدين اللي فاتوا او في ال 10 او 20 سنه اللي فاتوا، اللي هو الناس اللي ما كانتش تعرف تشتغل على الكمبيوتر. بعد كده لا، ده خلاص يقعد في البيت ونجيب مكانه واحد يشتغل في نفس الوظيفه بس بيعرف يشتغل ايه؟ على الكمبيوتر. يعني كمفهوم بسيط جدا احنا عشناه. نفس الفكره الطفره اللي جايه، لا انت بتعرف في السي في بتاعك بتعرف تشتغل ذكاء اصطناعي، اهلا بيك. ما بتعرفش، لا شكرا مع السلامه. حتى لو انت شاطر، وحتى لو انت مجتهد، وحتى لو انت اخلاقك كويسه وكل الكلام الجميل ده، لكن في بقى في معيار قوي جدا ومهم جدا، اللي هو الذكاء الاصطناعي. هل بدات تقدر وتعرف تستخدمه في شغلك ولا لا؟ فطبعا دي كانت الإجابة على الذكاء الاصطناعي، نخاف منه ولا لا، وفهمنا القصة دي. طبعا الصورة اللي انا حاططها دي كمثال، يعني فور اكزامبل كده، ان انا فتحت موقع اسمه adobe.ai. ادوب هي ابوب.ai، واديته الصورة دي وهو حولها لي للصورة دي. هو حط لها شوية شعر شويتين وبتاع وظبطها حبة يعني. بس هي الفكرة في ايه؟ انا وصلت المنتج. المنتج ده تخيله عشان انا اعمله بايدي قبل موضوع الذكاء الاصطناعي. طبعا كل الناس اللي فاهمه يعني ايه جرافيك ويعني ايه ان انا اعمل حاجه زي كده، كان مشوار كبير ومجهود ضخم، او تكلفه عاليه. دي او دي، ما انت يا تجتهد وتتعب وتعمل بنفسك، يا اما تجيب حد يعملها لك وفي الاخر هتديله فلوس. فيا اما مجهود كبير ووقت، يا اما فلوس او تكلفه. قدرت اوصل للمنتج ده في دي وفي قد ايه؟ يعني الموضوع كان يعتبر من اول ما سلمت الصوره لحد ما طلع لي دي، الموضوع في خلال ثواني يعني، مش دقايق حتى. اداني كذا اختيار وبعد كده اخترت منهم الصوره دي. فدي كان يعني ايه بتساعدني في انجاز شغلي. انا محتاج المنتج ده فخلاص، فقدرت اوصل له عن طريق الذكاء الصناعي بسرعه جدا. هي نفس المفهوم في كل الادوات او في كل الامثله بتاعتنا. طيب، ناخد مثال تاني على توظيف الذكاء الاصطناعي، وده بقى احنا كل واحد فينا هيطلع موبايله كده جميل وهيطبقه معاه. تعالوا اول نعرف هو ايه. هو اليوتيوب. احنا كلنا بنستخدم يوتيوب وبنستخدم تيك توك وبقالنا سنين. التيك توك واليوتيوب ونتفليكس طبعا
المنصات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي من سنين طويله لورا. طب ازاي الكلام ده؟ انا لما ادخل على اليوتيوب واسمع فيديو واسمع اكتر من فيديو، المنصه بتقدر تفهم انا مهتم بايه وانا بحب ايه، وبالتالي يبدا يديني ترشيحات لفيديوهات في نفس اهتمامي، فتخليني اسمع اكتر وخليني موجود على المنصه بشكل ايه، بشكل اكبر. والتيك توك مجرم طبعا في النقطه دي بالاخص يعني. وطبعا معروف ان هو قوي جدا كتقنيه، قوي جدا في الجزئيه دي. فتوصيات الافلام وتوصيات الفيديوز وتوصيات الكونتنت او المحتوى هي احد تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي احنا برضو موجوده في حياتنا بقى لها فتره كبيره، واحنا مش واخدين، ما كناش واخدين بالنا ان هي دي ذكاء اصطناعي. وكمان في حاجه في جيبك، خلي بالك، مش هقول لك بقى في اليوتيوب، لا، ده في الحاجه في جيبك، لا، الموبايل بتاعك عليه حاجه اسمها جوجل اسيستنت لو انت معاك الاندرويد، او سيري لو انت معاك ايه، لو انت معاك ايفون. طيب الحاجات دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ذكاء اصطناعي. وبتقدر تسمعك، يعني انت بتكلمها فبتسمع صوتك. اولا بتستجيب لصوتك لما بتنادي عليها، وبعد كده بتسمعك وبتفهم انت عايز ايه، وبعد كده تنفذ اللي انت طلبته منها. فكل ده تطبيقات للذكاء الاصطناعي. فاحنا في حاجات كتير، احنا ادوات موجوده معانا بس احنا مش واخدين بالنا منها، بس هي فعلا امثله يوميه من تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجوده في حياتنا. طيب تعالوا نعمل نشاط على الجزئيه دي. بما اننا معظمنا معانا اندرويد، هنشتغل على الجوجل اسيستنت. قولوا لي كده في الشات، مين منكم بيعتمد او بيتكلم مع جوجل شات او الجوجل اسيستنت وبيخليه يعمل حاجات. ممتاز. يحيى. جميل. ممتاز. مين تاني؟ اسراء. ممتاز يا اسراء. مين تاني؟ الفنان بتاعنا. جميل يحيى، وكمان جيميني. طيب الجيميناي بتاع جوجل، طبعا بعد لما دمجوه كمان في جوجل اسيستنت بقى قوي جدا. دكتور ابراهيم مشوي شغال اي او اس، يعني شغال سيري. طبعا دي دكتور ابراهيم، طبعا ما حدش قدك. ماشي. بصراحه بخاف التنصت عليا في باقي الادوات. بص يا دكتور ابراهيم حسن، بالنسبه لموضوع التنصت والكلام ده، ما هو احنا عارفين ان احنا بياناتنا في الشارع حرفيا يعني، عشان نبقى يعني متصالحين مع نفسنا يعني، او فاهمين برضه احنا بنعمل ايه. تمام. آه بس في الاخر احنا آه يعني ما عندناش حل تاني. اجيب بقى اجيب حد وضوح، ما عندناش حل حل تاني، ان احنا نستخدم الادوات دي ونشوف ازاي نستفيد منها، ونتعلم ازاي نحافظ على نفسنا منها قدر الامكان. ماشي. لكن في كل الحالات ومن زمان، مش من دلوقتي، احنا الموبايل بتاعنا اللي في ايد حضرتك ده، الموبايل اللي في ايدك، جوجل بتستفيد منه اكتر منك انت شخصيا. والكلام ده انا بقوله بقالي اكتر من 10 سنين، ان جوجل بتستفيد من الموبايل اللي في ايدك ده اكتر منك انت شخصيا. فاتعلم ازاي تستفيد منه، وقدر الامكان ازاي تحافظ على نفسك او شويه يعني في ناس مثلا بتحط اسرارها او بيانات حساسه مثلا على الموبايلات، وده مش صح. خاصه فيما يخص موضوع الصور الشخصيه والكلام ده بالاخص يعني، او بيانات ماليه زي بيانات الفيزا والباسوردات والكلام ده كله. كل ده برضو حاجات مش صح، او تصرفات مش سليمه مننا. فاحنا عندنا جانب لازم نفهم ونتعلم، عشان في جانب نقدر نستفيد منه، وفي الناحيه الثانيه على الجانب الاخر نحاول نحمي نفسنا قدر الامكان من الجوانب الخطره في الموضوع.
وبالتالي يعني ما ينفعش، حتى لو حبيت تأمن نفسك وما تستخدمش الحاجات دي برضه مش هيكون غلط اكبر او خطر عليك اكبر. فبالتالي لازم نتعلم الادوات دي، نتعلم نستفيد منها ازاي، ونعرف ازاي نتجنب قدر الامكان الضرر اللي ممكن يجي عن طريقها. تمام. طيب نشط دي مهم، التاسك بتاعنا هنعملها دلوقتي انك انت تنشط. تمام. دكتور ابراهيم بيقول لنا مظبوط، الخوارزميات كلها شغاله على بياناتنا، ولو مش متاح ده مش هيعرفوا عقلياتنا، عشان كده ظهر الذكاء الاصطناعي. طبعا الخوارزميات والتليفونات نفسها يعني باختصار الداتا بتاعتنا كلها عندهم، لان احنا معتمدين عليهم. اندرويد نفسه كتطبيق بتاع جوجل. جوجل معروف طبعا هي شغاله على مفهوم البيج داتا. البيج داتا بقى لها سنين طويله. فالحاجات هي مديانا ادوات كتيره جدا بنستخدمها ببلاش، بس هي في الحقيقه بنستفيد من الكلام ده من جنب تاني. وبشكل عشان برضو الموضوع ما يتطورش مننا في النقطه دي، هي اداه قويه بمزاجنا او غصب عننا لازم نتعامل معاها ونستخدمها. المطلوب مني انا كشخص فرد بطولي كده بعيد عن اي حد تاني، اتعلم ازاي استفيد منها كويس جدا، وبقدر الامكان اتجنب الضرر منها. بس كده، ده باختصار معانا كقانون خده كده في اي تقنيه او في اي اداه جديده هتطلع، سواء طلعت او موجوده حاليا او حتى هتطلع في المستقبل بتاعنا. تمام. ده بالنسبه للمحتوى، بالنسبه للنشاط بتاعنا. فالمطلوب مننا ان نفعل جوجل اسيستنت واتكلم معاه. طبعا الفيرجن القديم اللي هو اسمه جوجل اسيستنت هتلاقيه طبعا محدود شويه، يا دوب كان بيسمعك. طبعا كلمه السر تقول له ايه؟ هاي، هي جوجل. ماشي. اول ما تقول هي جوجل، المفروض ان هو بيبدا ايه؟ يبدا هي جوجل. انا هشوف التليفون بتاعي ابدا اتكلم معاه. هي جوجل. لما يكون على موبايل او على شغال مع اونلاين ميتنج وشغل الميكروفون، غالبا مش هينطق معاك التطبيق. طيب انت في الاخر برضو لو ما قدرتش، تعالوا كده نجرب نشوف التليفون تاني. لو حد لما يعرفش ازاي يفعله يا شباب، نقدر نخش على جوجل اسيستنت من جوجل عشان تقرب على نفسك المشاوير اكتر خالص. آه، تقدر تخش على آه، جوجل بلاي وتنزل تطبيق اسمه جيميناي. تمام. تعالوا احنا هناخد نتكلم بس ايه. تعالوا هنا شوف. اللهم صل على سيدنا محمد. هنيجي هنا ونقول له ادي جوجل. طبعا شايفين معايا الشاشة. هقول له ادي جوجل جيميناي، وادي ادي الشكل بتاعه. خلينا نشوف الصور. هتخش على جوجل بلاي او اب ستور لو انت اندرويد، وهتسأل او هتبحث عن جيميناي. اهي جيميناي بالشكل ده. هيظهر لك التطبيق. اهي دي صورته عشان برضو تبقى عارف انت بتدور على ايه. جوجل جيميناي. هتسطبه معاك. وانت بتسطبه هيقول لك يعني هتبدله بالجوجل اسيستنت. قول له ماشي بدله. هيطلب منك او هيأكد عليك ان هو هيشتغل معاك بالشكل ده. فانت هتقول له ماشي.
وهتبدا تستخدمه. انا هعمل تجربه معاكم دلوقتي بعد ما نزلته وطب وخليته شغال. فتحت جوجل جيميناي، وعندك حاجه من اتنين: يا اما تتكلموا تكست، يا اما تتكلم مع دايركت ايه بالصوت. كده انا شغلته اهو، نتكلم معاه. الو، السلام عليكم. السلام. How can I help you today? كان يو سبيك عربي؟ نعم، أستطيع التحدث بالعربية. كيف يمكنني مساعدتك؟ ممتاز. دلوقتي احنا في محاضرة عن أساسيات الذكاء الاصطناعي. فحابين تقول لنا 3 نصايح مهمين بخصوص بداية التعلم في المجال ده. سامعني؟ نبدأ نستخدمه تاني. هل تريدني أن أترجم لك شيئا؟ لا، مش عايز تترجم لي حاجة. أنا دلوقتي احنا في محاضرة عن أساسيات استخدام الذكاء الاصطناعي. محتاج منك محتاج منك 3 نصايح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي. قول لي 3 نصايح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي. طيب الشباب، احنا هنجربه وهنشتغل عليه طبعا التطبيق مع البرنامج الميتنج، فمش بيبقى أداؤه أحسن حاجة عشان طبعا الميكروفون بيبقى مشغول ما بين الاثنين. تعالوا نشوف جوجل جيميناي هنا لو حبينا نستخدمه. طبعا برضه هيفتح معايا على الكمبيوتر أو على الموبايل، سواء بيشتغل معانا هنا أو هنا. الصراع بتقول ان بحس ان مش بقدر استخدم جيميناي بشكل امثل. هو بصراحه يا صراع، احنا مش جيميناي بس، يعني جيميناي والذكاء الاصطناعي كله احنا لسه مش بنستخدمه اصلا. حتى لو بدانا لما نفهم يعني ايه ذكاء اصطناعي وازاي نتعامل معاه ونستفيد منه، هنعرف ان احنا لسه بعيد قوي عن موضوع ان احنا نستفيد من الذكاء الاصطناعي. فان شاء الله هناخد ده ونتعلم مع بعض واحده واحده. وبكره ان شاء الله احنا هنشتغل مع شات جي بي تي. هنبدأ نعمل اكونت عليه في المحتوى بتاع بكرة أو في النشاط العملي بتاع بكرة، و هنعمل عليه أمثلة هنشوفها بعينينا. هتلاقي الموضوع مختلف تماما عن ما احنا فاهمين أو ما احنا حتى بنستخدم يعني. تمام. طيب، ده كده ادي شكل جوجل جيميناي. لو بدأت آه، قلت له مثلا هو السلام عليكم، بدأ يقول لي وعليكم السلام. الصورة واضحة معاكم طبعا على الشير سكرين. ممتاز. عبد المحسن قال انا كلمت الشات جي بي تي. ممتاز يا عبد المحسن، ممتاز، جميل. هو فعلا بيرد وبيشتغل. بس دلوقتي وانت فاتح معانا الميتنج، مين اللي كان؟ عبد المحسن. تمام.
تمام. جميل. بعد الميتنج بقى، وبعد ما اخلص الميتنج، بعد ما اخلص الميتنج كمان، تبدا ايه؟ تبدا تتكلم معاه، يعني في المجال اللي انت شغال فيه يا عبد المحسن، او في مجال دراستك، وتبدا تعرف. هتلاقيه بيتكلم معاك يعني بيفيدك بشكل قوي جدا. علاء خالد صغير بيقول هل في بديل للباوربوينت اسهل؟ طبعا في ادوات داعمه للباوربوينت، ك ك يعني كاداه بتعمل برزنتيشن او عرض تقديم. وطبعا في ذكاء صناعي في الاوفيس زي ما بيقول دكتور ابراهيم. لكن هقول لك تاني، ما فيش اداه تقول له اعمل لي عرض تقديمي يعمله لك من الالف للياء زي ما انت عايز. دي حتى الان مش موجوده. ممكن يطلع لك حاجه قويه، لكن في الاخر لازم انت الفينش بتاعك. الفينش بتاعك. آه، فده بالنسبه للجزئيه دي. بكره ان شاء الله في ورشه العمل بتاع بكره، او في النشاط اللي هنعمله بكره، هيبقى فيه ازاي نعمل باوربوينت برضو بالاعتماد على الجي بي تي، وهنعمله مع بعض ان شاء الله، وهنعرف ازاي نقدر نعمل الباوربوينت بشكل اسرع. يعني احنا فهمنا ان الباوربوينت او الذكاء الاصطناعي بيساعدنا ننجز مهامنا بشكل اسرع. مش نقول له اعمل كذا وخلاص ونريح دماغنا، هو يعملها لوحده بقى خلاص كده. لا، هو بيساعد. عبد المحسن، اعتقد ان عبد المحسن شغال في مجال الصيدله، صح كده؟ يا ريت بس لو يتاكد عليا، عشان اكون انا معاك على نفس الخط يعني. جميل. طب شغال في مجال إيه يا عبد المحسن؟ ممتاز. معلم قرآن كريم. جميل. بس طبعا في موضوع القرآن الكريم وموضوع العلوم الشرعية لسه جي بي تي بعيد، او كل ده الذكاء الاصطناعي. طبعا هم شغالين، يعني علماءنا شغالين في الجزئية دي وازاي نقدر نستفيد منها، لكن لسه ما نقدرش نقول ان احنا نعتمد عليه في الجزئية دي بشكل كبير. فعلا يعني هو بعيد قوي، بس يساعدك انك انت لو في حاجات تانية. يعني يعني مثلا انت لو انت بتعلم معلم قرآن كريم، لو مثلا بتعلم او عندك بتدي محاضرات عن علوم القرآن والكلام ده، يساعدك في برضه في حاجات، بس يعني ايه، في جانب ضيق قوي بالنسبه لك انت، لان الموضوع بتاعك اللي هو القرآن الكريم والعلوم الشرعيه ده لسه بعيد عن الذكاء الاصطناعي. ما نقدرش نعتمد عليه او نقول ان هو يقدر يدينا بيانات قويه في النقطه دي، لان هو الجانب ده او العلم ده او الموضوع ده يعني محتاج، لا لسه بعيد. باختصار عشان بس الوقت بتاعنا لسه بعيد شويه، لان كل الحاجات دي يا جماعه مبنيه على ماثيماتكس، رياضيات، معادلات رياضيه. كل الادوات اللي شايفينها اللي قدامنا دي مبنيه على معادلات رياضيه، 1 زائد 1 بيساوي 2. فالموضوعات دي مش كده خالص يعني. بس فده نقدر نقول دي بس ايه كتوضيح بسيط جدا. ايه الفرق، او ليه هو بعيد عن الجزئيه دي. تمام. يبقى احنا المطلوب مننا نفعل جيميناي ومساعد الذكاء الاصطناعي، ونبدا نتكلم معاه حسب كل واحد، حسب فينا حسب ايه، حسب شغله. احنا مثلا تعال نتكلم مع جيميناي. بيقول لي رد عليه السلام، وبيقول لي اقدر اساعدك ازاي. ترجمه نص، تلخيص نص، كتابه نص، يقدر يترجم، يلخص، يكتب، يجيب على اسئله، يقدم لي معلومات عن موضوع معين، وهكذا. اللي بيقول لي اقدر اساعدك في الحاجات دي. طيب تعالى كده نقول له مثلا ناخد موضوع عن اللهم صل على سيدنا محمد. نقدر نقول البناء الضوئي، عملية البناء الضوئي. بس كتبت كده البناء ايه؟ البناء الضوئي. قال لي اهلا بيك، واساعدك في فهم عملية البناء الضوئي، وهي تعريفها كذا. ليه هو مهم؟ قال لي عشان انتاج الاكسجين، وعشان اساس السلسله الغذائيه، قال لي ازاي بتحدث عمليه البناء، وهكذا. الضوء والماء وثاني اكسيد الكربون والكلوروفيل. المعادله، راح مديني المعادله بتاعته. اجزاء النبات المشاركه في البناء الضوئي، اوراق والساق والجذور. يمكنني شرح جوانب اخرى من هذه العمليه، مثل اهميه بناء ضوء الانسان، وهكذا.
بدأ يكلمني او بدأ يديني الموضوع ويرتبه لي بالشكل ده. طبعا في جي بي تي هيقدر يديني حاجات اكتر، لان انا آه، اقدر استخدمه بشكل اكبر يعني. طيب تعالى كده نطلب منه هنا. لو قلنا له طيب اشرح لي الموضوع باسلوب بسيط، مضروب باسلوب بسيط للمرحله الابتدائيه. بدأ ياخد نفس الموضوع، بس بدأ يصوغه بشكل بشكل اسهل وبشكل ابسط. في ان ازاي النبات بيصنع غذائه. اتكلموا بقى ازاي اللي هو يعني ايه غذاء النبات، والنبات بياكل ازاي ويشرب ازاي وبيتنفس ازاي. وبدأ يصيغ الموضوع بشكل سؤال واجابه، بحيث يسهل الموضوع على المرحله او الطفل الصغير. طيب لو انا مثلا كباحث وعايز، قلت له طيب اعمل لي، او انا مدرس مثلا قلت له اعمل لي عرض تقديمي عن الموضوع، ودي هيبقى فيها إجابة صغيرة عن السؤال اللي كان بيسأله على الصراع. بتقول يا ريت حضرتك في المحاضرة اللي جاية البرومت، ولو تشرح لنا أكتر عن البرومت. حاضر. دي إن شاء الله فعلا هتبقى معانا جزء منها برومت انجينيرنج، وهتبقى توضح معانا أكتر في شات جي بي تي. لأن برضو الإصدارات اللي شغال عليها حاليا في جوجل جيميناي، طبعا هو الإصدارات المجانية يعني بتمشي. بس طبعا بالنسبه لنا احنا بقى كناس استخدمت في الاصدارات المدفوعه، اصبحنا بنشوف الاجابات اللي هي بتاعه الاصدارات المجانيه، ما بقيناش بتعجبنا خالص يعني. بس هنا احنا بنجرب، او برضه اتعلمنا فيها في الاول خالص لازم تجرب في الحاجات او الفيرجنز المجانيه عشان تتعلم وتفهم الموضوع، وبعد كده تنقل للحسابات المدفوعه وتشتغل عليها وتستفيد منها اكتر. بس خلاص انت هتدفع فيها فلوس، فتبقى قادر انك تستفيد منها بشكل كويس. فعلا اجابه المهندس علاء زي ما بيقول دكتور ابراهيم. فهنا بص، هنا علاء قال لك ايه في الموضوع. ادالك محتوى الشريحه، عرض تقديم للصف طبعا ممكن احدد، سواء حصل المرحله الابتدائيه. الشريحه الاولى عنوان الشريحه كذا، ومديك صوره، مديك وصف للصوره اللي محتاج تحطها. ماشي. طبعا جوجل جيميناي على الوضع الحالي ما بيعملش صور، لكن ان شاء الله بكره مع الجي بي تي هنخليه يعمل صور في الاصدار المدفوع، وتحط في محتوى الشريحه الجزء ده. حتى بيقول لك ازاي تتكلم عنها مع الاطفال. فكده اداك محتوى الشريحه الاولى. طيب بعد كده قال لك الشريحه الثانيه ادي عنوانها، وادي الصوره برضو اللي محتاج تجيبها وتحطها، تكون صوره بالشكل ده او بالوصف ده. وبعد كده ده المحتوى بتاعه، وهكذا محتوى الشريحه الثالثه والرابعه. لو حبيت تكمل هيبدا برضو يكمل معاك. طبعا ده كده كان بشكل بسيط. عرفنا يعني ايه ذكاء اصطناعي، عرفنا الاول، وعرفنا يعني ايه اجيال الخاصه بالانترنت، الثلاث اجيال، وعرفنا احنا في انهي جيل، وان كمان الجيل الرابع اللي جاي. بس طبعا احنا ما نشغلش دماغنا بيه خالص دلوقتي، هم بس الناس اللي عايشين في الثالث هم اللي بيتكلموا في الرابع او بداوا يتكلموا في الرابع. احنا لسه بدأ يا دوب بقى نتكلم في الثالث. فنركز في المرحله الحاليه ونبدا نتعلمها ونستفيد منها ان شاء الله. على ما تيجي الرابعه نكون احنا اشتغلنا او استفدنا من الثالثه، ونكون جاهزين ومؤهلين ان احنا نخش الرابعه. مهم جدا ان احنا نجرب من هنا لبكره ان شاء الله. هيبقى نعمل التاسك بتاع الماشين ليرنينج، والتاسك بتاع الجوجل
الجوجل اسيستنت والجوجل جيميناي، عشان يبقى ايدينا خدت على يعني عرفنا فهمنا المفهوم الذكاء الاصطناعي وايدينا بدأت تاخد عليه. لان برضو الموضوع هقول لكم تاني شكله بسيط، لكن الحقيقه بتاعته ان هو لا، محتاج مني وقت، ومحتاج مني فهم، ومحتاج مني تدريب كتير عشان اقدر اوصل لمستوى ان انا استفيد من الذكاء الاصطناعي والادوات الموجوده والخاصه بيه. ده كده كان المحتوى بتاع النهارده. اتمنى ان يكون كان فيه استفاده. ومن دلوقتي يعني ان شاء الله معانا كده ربع ساعه نقدر نستقبل فيها اسئلتكم. فلو حد عنده اي سؤال اتفضل، وانا معاكم تحت امركم. دكتور محمد البرقي، صديقي العزيز، منورنا والله، يا ربنا يبارك فيك يعني. هو انا كان ليا راي يا دكتور مع كل الادوات بتاعه توليد نصوص، ان كل ما تستخدمها اكتر كل ما كانت اجابات معينه تبقى افضل. دي حقيقه. دكتور بارك طبعا من الناس الكبيره والناس القويه واللي شغاله على الذكاء الاصطناعي اصلا بقى لها فتره. ف اجابه فيها او يعني مشاركه في طبعا في محلها جدا. ان هي كل ما تستخدم الاكونت بتاعك كل ما هو حتى هيتعرف عليك. ودي حاجه برضو جزئيه زي اللي كانت طلبت مين، كانت اسراء تقريبا اللي طلبت نتكلم عن اسراء اللي كانت طلبت نتكلم عن البرومت انجينيرنج او هندسه الاوامر. ودي ان شاء الله هنتعرض ليها جزئيا بكره باذن الله مع تفعيل اكونت جي بي تي ونبدا نشتغل عليه. هنفهم يعني ايه سياقه، يعني ايه هو كل ما يشتغل عليه اكتر كل ما هيدي نتائج اكتر. انت متخيل؟ يعني انت كل ما تستخدم الاكونت بتاعك او جي بي تي اكتر كل ما هو هيديك نتائج احسن. يعني اشتغل معاه النهارده شويه، بكره لما تشتغل معاه هيديك نتائج احسن من النهارده، وبعده هيشتغل يديك احسن من بكره، وهكذا. ليه؟ لان احنا زي ما شفنا هو بياخد وقت على ما يتعلم ويفهم ويعرف انت عايز ايه وبتتكلم في ايه ويقدر يفهم بالظبط انت محتاج ايه. طبعا ده في جانب كبير منه عليك انت كمستخدم، وفي جانب تاني بيبقى مبني او على الاداء او موجود على الاداء. فلازم انا انت هتعمل اللي عليك مع الاداء، وهتدي وقت للاداء انها تعمل اللي عليها. فلازم تظبط الاثنين. في الحاله دي يبقى انت هتقدر تاخد شغل كويس جدا من الذكاء الاصطناعي. هتلوش معاه، هو لو لوشت معاه ايراد هتلاقي هو بيلوش معاك مليون ايراد مش 24 ايراد. يعني ما بيقولكش ما بيقولكش انت خلي بالك انت كده بتلوش او انك انت بتهبد مثلا، لا خالص. ما بيقولكش كده. هو هتلاقيه بيهبد معاك. انت لو هبدت معاه هتلاقيه هو في الهبد ملوش مثيل. فعشان كده كل ما تظبط ادائك معاه كل ما هو بالتالي هيظبط اداؤه معاك. وضحت؟ ف ده بالنسبه للجزئيه دي. فشكرا جدا دكتور محمد البركة على المشاركه الجميله دي. في اسئله تانية؟ اسراء، شكرا لحضرتك. شكرا يا اسراء، وشكرا على اسئلتك الجميله. دكتور ابراهيم السويفي، ربنا يحفظك صديقي العزيز يعني واخويا، ربنا يبارك فيك وجينا يا رب بالسلامه. استفدنا يا جماعه. انا والله يعني ده شرف ليا والله وجودك يا دكتور ابراهيم يا حبيبي، ربنا يعزك ويبارك فيك. يحيى، شكرا لك يا يحيى. حسني، منور يا حسني. يا حسني من الناس القديمه معانا يعني، منورنا دايما. دكتور انتصار، اهلا اهلا دكتور انتصار، ربنا يبارك في حضرتك يعني. شكرا لحضرتك ووجودك معانا دايما يعني. دكتور ابراهيم، شكرا يا دكتور ابراهيم حسن ووجودك واسئلتك ومشاركتك معانا. سؤال من تميم حسين: ازاي تتشيبل بالنسبه لموقع تشيبل ازاي استخدمه في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه مثل الاعاقه السمعيه؟ طيب بص يا تميم، السؤال ده سابق جدا لاوانه، سابق جدا لاوانه. وهقول لك اجابه اوضح. انا ما اقدرش اجاوبك على سؤال زي كده، تمام؟
لا انا، لان انا حتى الان دوري مع الذكاء الاصطناعي از يوزر، يعني از يوزر، يعني انا مستخدم للذكاء الاصطناعي. اه حاليا هدف ان انا اوصل لمرحله من الماشين ليرنينج انجينيرنج والكلام ده، لكن لسه انا شغال على هدف زي كده. ما اقدرش اجاوبك اجابه مباشره على النقطه او حاجه زي كده. لكن زي ما قلت لك، انا ذكرناه هنا كتوضيح لمفهوم يعني ايه ذكاء اصطناعي، يعني ايه ماشين ليرنينج، وازاي الحاجات دي بتشتغل، بس يعني عشان بس نبقى احنا مستوعبين الفكره. لكن ازاي نستخدمه بالمستوى ده او في حاجه معينه، دي بصراحه انا سؤال انا ما اقدرش اجاوبه. وطبعا لما اكون حاجه ما اعرفش اقول لك على طول انا حاجه ما اعرفهاش او ما عنديش خلفيه بيها. فاللي اعرفه اقول لك اه واجاوبك عليه، اي حاجه تانية اقول لك والله دي مش عندي او ما اقدرش اجاوبك عليها. شكرا جدا ليك يا تميم. عبد المحسن، بإذن الله الشرعيه خصوصا محتاجين نخلي بالنا من المعلومات، لا لان بيكون فيها اخطاء كتير عشان ما حدش يعتمد عليه. دي نقطة خطيرة يا أبو المحسن. هي فكرة الاعتماد عليه 100% برضو، ده أصلا هو الخطأ، حتى في لو حتى في كل المحتويات. ما ينفعش نعتمد على الذكاء الاصطناعي حتى الآن أو أي أداة من الأدوات بنسبة 100%. ده خطأ جدا، خطأ مننا إحنا مش منه هو، لأن هو لسه غير مؤهل لده. وحتى كل الأدوات بتقول لك أنا نسبة الأكيوريت عندي أو الوضوح او الدقه مش 100%. ما تعتمدش ابدا على ده، يعني هم نفسهم الادوات دي بتقول لك كده، ما تعتمدش علينا 100 بنسبه 100%. احنا مش كده. فده بيبقى خطا مننا احنا للاسف، سواء في المواد الشرعيه او غيرها طبعا. بس طبعا بالمواد الشرعيه بالاخص لان زي ما اتفقنا ليها طبيعه خاصه جدا. وهو لسه الالات ما تفهمش يعني ايه مواد شرعيه وعلومها والمقصود بتاعها والكلام ده. تمام. تميم حسين، استخدامه في جيميني وبالنسبة للبحث العلمي، هل ده هيسجل معلومات وبالتالي نسبة الاقتباس هتكون كبيرة؟ بالنسبة يا تميم في جزئية البحث العلمي دي لها موضوع ولها يعني يمكن كورس حتى خاص بيه، ازاي نشتغل في البحث العلمي بالذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت ما نوصلش نقطة الاقتباس نقدر نظبطها. يعني ليها ميزان ان احنا نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت نحافظ على نسبة الاقتباس انها ما تزيدش معانا بالنسبة المسموح بيها يعني. ودي ان شاء الله هتيجي في واحده واحده هنبداها مع بعض. هناخد يعتبر جزء ممكن نتعرض للجزء ده منها بكره، وبعد لكن بشكل عملي عشان توصل للمستوى ده وتعمل بيه فعلا شغل في بحث علمي. لا ده لي كورس يعني ان شاء الله هنعلن عنه قريب، هيكون خاص بيه هندرس فيه بس ازاي نطلع بحث باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي. وهنعتمد على ادوات محدده جدا عشان نطلع بيها او نقدر نطلع بيها المنتج ده. تمام. فده بالنسبه لجزئيه معلش الاسئله بتطلع على فوق. طيب ده بالنسبه لتميم حسين. طب كمان بالنسبه للاقتباس والكلام ده عرفنا ازاي هنحلها. دكتور محمد، الله يحفظك يا دكتور. انا بشكرك والله، بشكرك جدا على وجودك. يحيى، بس في اقتراح معلش يا دكتور، ممكن عشان ينفع اكتر. طب ايه هو الاقتراح يا يحيى؟ اتفضل، يعني لو في اي اقتراح يا شباب للسؤال للجميع، لو في اي اقتراح يا ريت، انا نرحب جدا باي اقتراح من طرفكم عشان نقدر نستفيد اكتر واكتر من وجودنا مع بعض. عبد المحسن، شكرا يا دكتور، جزاك الله خير. محمد، من الناس اللي اتقابلنا من احسن اي سي دي ال. الله يكرمك يا عبد المحسن، انا مبسوط والله من الناس اللي بتبقى حاضره معانا من سنين طويله وحضرت معانا الاي سي دي ال طبعا وبرامج معانا قبل كده، وتكون متواصله معانا في الجديد اللي احنا بنقدمه. يعني انا بصراحه بكون سعيد جدا بحاجه زي كده يعني. فشكرا جدا وموجود معانا دايما يا عبد المحسن. تميم، تمام، جزاك الله خير واشكر حضرتك على الوضوح. حبيبي ربنا يكرمك يا تميم. يحيى، ممكن نبحث ونعرف معظم ادوات الذكاء الاصطناعي ونشوف كل اداه بتعمل ايه بحيث كل واحد يقدر يستفيد فيما يخصه. ده كلام سليم يا يحيى. احنا بس هدفنا في المبادره ان احنا نجمد قلبنا ونمسك طرف الخيط. بس ده احنا قلنا نحقق الكلام ده في الثلاث ايام بتوع المبادره. احنا كده عملنا انجاز عظيم. نجمد قلبنا في موضوع الذكاء الاصطناعي ومسكنا طرف الخيط فيه، ونبدا بقى نسيرش ونخش ونشوف تخصصنا ايه ونختار ادوات محدده نشتغل بيها. كده احنا عملنا انجاز عظيم وان شاء الله نحققه مع بعض خلال
الثلاث ايام دول، النهارده وبكره وبعده باذن الرحمن. دكتور ابراهيم، كل الشكر والتقدير حبيبي يا دكتور، ربنا يبارك فيك. ما فيش مشكله، احنا نقدر نعمل بيها قائمه، وانا عندي فعلا قوائم موجوده بالفعل، بس زي ما قلت لكم انا مش عايز نعمل اغراق عشان نستفيد يعني هي الاغراق سهل، يعني انا اقدر دلوقتي حالا انزلك على الجروب مثلا قائمه فيها 100 200 اداه ذكاء اصطناعي، بس في الاخر هتعمل جوه مين؟ ما هتخشش ولا على اداه فيهم، ولا هنستفيد ولا حاجه منهم. لكن هي الفكره ان احنا ايه، ناخد بس الموضوع خطوه خطوه. زي ما شفنا دلوقتي، محتاجين بس نطبق على موضوع الماشين، تيتشبل ماشين، ونفعل جوجل اسيستنت ونتكلم معاه، وننزل جيميناي ونتكلم معاه. بس كده، هم الثلاثه دول اول ثلاث ادوات يا يحيى، نشتغل عليهم النهارده، من اول النهارده لحد بكره، وتشقلب بقى معاهم، يعني خد ودي معاهم واتكلم واغلط وابدا من اول وجديد وهكذا. وشوف هيقول لك ايه، وبيرد عليك صح ولا غلط، وبيرد عليك مظبوط في اللي انت عايزه، ولا بيهبط في اي حته ثانيه. فكر برضه في ردوده، يعني ما تسالوش وتاخد ردوده كده وخلاص يعني، لا، فكر في ردوده وشوفها في الاتجاه اللي انت عايزه ولا لا. وبكره ومن النهارده لحد بكره ان شاء الله احنا محتاج اسمع منكم تجاربكم من النهارده لحد ما نبدا بكره ان شاء الله في المحاضره. تمام. عشان زي ما اتفقنا، تدريبنا ده وشغلنا على الادوات هو اللي هيقدر في الاخر يسمح لنا بالاستفاده الكبيره بتاعتنا. تمام. آه مين تاني؟ حضرتك فخر لينا وجامعة الأزهر، الله يحفظك دكتور إبراهيم. يعني أنا اللي فخور والله بيكم، وطبعا أنا فخور أكتر بوجودي في أو إن أنا بانتمائي لجامعة الأزهر. طبعا يعني ده حاجة أنا شخصيا وسام شرف كده إن أنا أكون من جامعة الأزهر، أو إن أنا أنتمي لجامعة الأزهر يعني. ربنا يبارك فيك. في أي سؤال تاني تحبوا نتناقش فيه؟ الله يكرمك يا ابراهيم. يعني والله يعني هو الحمد لله احنا دلوقتي الحمد لله لقينا مشاركات دوليه برضو بفضل من ربنا يعني. وان شاء الله، لكن كل مدى كل ما نتعلم برضو اكتر، وكل ما احنا محتاجين نتعلم. انا شخصيا بتعلم كل يوم حاجات زياده، وبسمع من الناس وبتعلم منهم، وفي حاجات كتير محتاج اتعلمها. فهي الفكره فعلا ان احنا كل ما نتعلم هيبقى لينا اثر، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. بس الاهم من ان احنا نتعلم، او ان احنا بس ان احنا نتعلم، ان احنا كمان يكون لنا اثر ونعلم غيرنا. ده مهم جدا يا شباب. يا ريت من يا ريت من هنا لحد بكره احنا نتدرب الاول، عشان ان شاء الله في نهايه المبادره في اليوم الثالث هيبقى مطلوب من حضرتك انت كمان انك تعلم غيرك يعني. دي نقطه مهمه جدا جدا، ان شاء الله هنوصل ليها مع بعض، ان كمان انت تكون بدات طريقك وتساعد غيرك كمان ان هو يبدا طريقه. بكره ان شاء الله هيبقى عندنا علاء، هيبقى عندنا ان شاء الله ايه جزء خاص بادوات الباوربوينت، نقدر نستفيد منها بشكل ايه، ازاي، بشكل افضل. تمام. شكرا جدا ليكم، ومبسوط والله بوجودكم وصبركم لحد النهارده. احنا طبعا بناخد يعني الفتره بتاعتنا من 8 ل 9 ونص، والحمد لله احنا انجزنا المحتوى بتاعنا اللي احنا محتاجين نعمله، والانشطه بتاعتنا، والحمد لله اسئلتنا بالظبط لحد الساعه 9 ونص. بجد شكرا جدا لكم وعلى تفاعلكم، وان شاء الله بكره ميعادنا الساعه 8 برضه عشان نكمل المحتوى بتاعنا، ونكمل الاكتيفيتي بتاعتنا ان شاء الله في المبادره. شكرا جدا، شكرا جدا لكم. ربنا يبارك فيكم، والله يكرمك دكتور محمد. بكره ان شاء الله على ميعادنا الساعه 8 عشان نكمل مع بعض محتوى مبادره الذكاء الاصطناعي
بالعربي برعاية AI Academy in Arabic و TDNS. أشوفكم يا رب دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.